نشاهدوا العملية مع بعضنا هنا كيفاش يعني اللاعب حامل الكرة اللي بالأحمر اللي قدامنا في الصورة الآن يعني يروض الكرة ويتجه نحو المرمى وعند دخوله إلى منطقة 18 متر هنا نشوفوا كيفاش تقع عرقلته. نعاود نشاهد وشوفوا رجل اللاعب اللي بالأخضر رقم 14 كيفاش هي التي تعيق رجل المهاجم اللي بالأحمر. نشاهد الصورة واضحة وجلية هنا. شوفوا الرجل لا تتجه إلى الكرة وإنما تتجه إلى المنافس وتسقط أرضا وتعرقل هذا اللاعب، وبالتالي قرار الحكم الفني صحيح ضربة جزاء وانسناد إلى إنذار كذلك اللاعب المخالف قرار مستحق، وبالتالي كذلك هذا القرار يشكر عليه الحكم وهو يعني محق في ذلك. وكيف كيف نشوفوا هنا ما اعلنش على ضربه جزاء، لا لم يعلن عن ركله الجزاء. لا اذا ما هنا ما اعلنش على ركله الجزاء، هنا الحكم خاطئ لان الخطا موجود. باش نبدا واضحين نعيد الصوره نعيد الصوره. لا 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 في اللقطه هذه بالذات الصوره واضحه وجليه سي محمد. الاعاقه موجوده كيف ما قلت لك. شفنا هنا نشوفوا الرجل رقم اللاعب رقم 14 تعيق اللاعب اللي بالاحمر. هنا واضحه الصوره. هنا كان على الحكم يعني الاعلان على ركله جزاء ضربه جزاء وانذار اللاعب المخالف، لا انذار هذا اللاعب الذي ارتكب عليه والذي طالب بحقوق. بعيد نوعا ما على العمليه والبعد نتاعو هذا يحجب عليه الرؤيه ويخلي القرار نتاعو ما يكونش قرار سليم 100%. وهذا ما وقع لهذا الحكم، وقع في المحظور بتعلة ان اللاعب موه ولم يرتكب هذا المدافع الخطأ، وانظر اللاعب الذي يرتدي الزي الاحمر وكان عليه ان يتفادى هذا الخطأ. ان شاء الله ما يقعش في المحظور في المباراة الجاية.